الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته وسلم تسليما كبيرا. وبعد، وصلنا إلى قوله: فمن تولى بعد ذلك، أي بعد فأولئك هم الفاسقون. ثم قال الحق سبحانه وتعالى بتعبير إنكاري توبيخي لهؤلاء اليهود والنصارى، يقول لهم: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. واتكلمنا عن التسليم طواعية وكرها. يخاطب الحق محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا محمد قل لهم، لليهود والنصارى، قل لهم أنك أنت وأمتك، ليس وحدك ولكن من اتبعك من المؤمنين. قل لهم: آمنا بالله، دينه بقى الإسلام اهو، الإيمان اهو، التصديق اهو، هذا هو ديننا. آمنا بالله ربا واحدا فردا صمد، لم يلد ولم يولد، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وآمنا أيضا بما أنزل علينا من القرآن الكريم، وأيضا وما أنزل على إبراهيم من صحف إبراهيم، وما أنزل على إسماعيل ابن إبراهيم، وما أنزل على إسحاق ابن إبراهيم، وما أنزل على يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وما أنزل على الأسباط. إيه هم الأسباط؟ يقول بعض المفسرين أن الأسباط هم 12 ولد أولاد يعقوب، اللي قال فيهم: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 بالإضافة إلى اللي شاف الرؤيا وهو سيدنا يوسف. الأسباط هم أولاد يعقوب، ولكن يقصد هنا بالأسباط ليس أولاد يعقوب المباشرين، فلم يكن منهم نبيا أنزل عليه شيء إلا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، هو الذي كان نبيا في مصر. أما بقية الأسباط من لاوي ومن بنيامين ومن جاد ومن عشاكر ومن غيرهم من ومن يهوذا ومن لاوي، وكلهم لم يكونوا أنبياء، بل اقترفوا من الآثام في حق يوسف ما يخرجهم عن الولاية والنبوة. ولم يكن الله ليغفر لهم إلا أن الحق سبحانه وتعالى لما ذهبوا إلى أبيهم يعقوب وكان نبيا: يا أبانا استغفر لنا، قال: سوف أستغفر لكم ربي. إذن الأسباط هؤلاء وهم 11 دول لم يكن منهم نبي، إنما المقصود بالأسباط هنا الأنبياء الذين جاءوا من ذرية 11 دول، أو من ذرية 12 بما فيهم يوسف. يعني موسى عليه السلام كان سبطا من سبط لاوي ابن يعقوب، صموئيل كان من لاوي، طالوت كان من بنيامين. إذا أديت إلى دانيال وأرميا وفنحاس وحزقيال وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل، تجد أنهم متفرقون في 12 فرع، اللي هم 12 ولد من ذرية يعقوب عليه السلام. يعني على سبيل المثال داود وسليمان كان سبطا من سبط يهوذا ابن يعقوب، وكذلك الأنبياء كلهم تفرقوا في الأسباط. إذن وما أنزل على الأسباط أي ما أنزل على الأنبياء من ذرية الأسباط اللي هم 12 من أولاد يعقوب، كسليمان وكداود وكالمسيح وكموسى وكصموئيل وكيوشع بن نون وكحبقوق وكدانيال ومثل أرميا ومثل فنحاس ومثل أسامي كثيرة وكثيرة كثيرة. ثم يقول: آمنا أيضا بما آتى الله موسى من كتاب التوراة، وآمنا بما أنزل الله على المسيح من الإنجيل، آمنا جميعا بالنبيين من ربهم، ومن تمام إيماننا أننا لا نفرق بين أحد منهم، كلهم أنبياء الله، كلهم أنبياء الله. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا نفرق بين نبي ونبي، ولا نفضل نبيا على نبي، حتى أنه قال: لما يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد أخي موسى ممسكا بساق العرش، لا أدري أجوزي بصعقة الطور فلم يصعق أم صعق وأفاق قبلي. ثم يقول: ونحن له مسلمون للحق سبحانه وتعالى. بعد ذلك الإيمان كله بالله وما أنزل على هؤلاء الأنبياء جميعا،
وأننا لا نفرق بهم جميعا، نحن مسلمون للحق سبحانه وتعالى. ثم يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طب الإسلام موجود مع محمد صلى الله عليه وسلم بنزول الإسلام على محمد. أقول لك لا، أن الإسلام هو دين آدم ودين نوح ودين إبراهيم ودين موسى ودين المسيح، دين كل الأنبياء من لدن آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم. الدين الإسلام، والإسلام الإيمان بالله الواحد الأحد فردا صمد لم يلد ولم يولد، ثم تتبع شريعة قد تختلف من عصر إلى عصر. تلك شريعة التوراة، عقبتها شريعة الزبور، عقبتها شريعة الإنجيل، عقبها شريعة القرآن الذي جاء مهيمنا على كل الشرائع وناسخا لها. إذن الإسلام في جوهره اعتقاد بألوهية الحق واحدا أحد، ثم اتباع شريعة النبي أو الرسول من أولي العزم من الرسل وفقا لآليات الزمان والمكان الموجود فيه. إذن الإسلام دين كل الأنبياء. ومن تمام دين اليهودي ودين النصراني أنه متى بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بمحمد وأن يؤمن بالقرآن وأن يتبع شريعة محمد. بل من تمام إيمانه قبل أن يبعث محمدا أن يصير مسلما مؤمنا بموسى نبي بعد الإيمان بالله وحده، وبموسى نبي، وأن يؤمن بمحمد النبي آخر الزمان، وأن يؤمن بالعهد والميثاق عليه بأن يؤمن به وينصره إذا جاء. من أجل ذلك ومن يبتغي غير الإسلام قديما أو حديثا قبل محمد أو بعد محمد صلى الله عليه وسلم دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما قالش من الكافرين، ما قالش، إنما قال من الخاسر. يعني إيه؟ يعني دخل صفقة وكان يحسب أنه سيفوز، كان يحسب أنه متى اتبع التوراة واتبع موسى دون أن يؤمن بمحمد اعتقد أنه فائزا، أو متى تبع المسيح واتبع الإنجيل دون أن يؤمن بمحمد ويتبع محمدا كان يعتقد أنه فائزا. فيؤكد الحق سبحانه وتعالى أن باتباعه غير الإسلام هو من الخاسرين. ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم يخاطب الحق سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم باستفهام عن حول اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد وكانوا مؤمنين به قبل أن يأتيه. يقول لهم استفهاما توبيخي: كيف يهدي الله قوما، أي يا محمد كيف تتوقع أن يهدي الله قوما وهم اليهود والنصارى كفروا بعد إيمانهم، أي كفروا بمحمد لما جاءهم بعد أن كانوا مؤمنين به في التوراة والإنجيل، وشهدوا في التوراة والإنجيل أن محمدا حق، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى هنا كفروا بعد إيمانهم أي كانوا مؤمنين قبل أن يأتي محمدا، ثم كفروا بعد أن جاءهم محمدا غلا وحسدا. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إيه هي اللعنة وإيه هو الغضب؟ الغضب قد يغضب ربي على العبد اليوم فيرضى عنه غدا. قد يغضب الحق سبحانه وتعالى على فلان إن عمل سيئا، فإن عمل صالحا رضي عنه، ولكن إذا لعن الحق سبحانه وتعالى أحدا فلن يرضى عنه. اللعن هو الشراك بين البشر الذي لعن وبين إبليس عليه لعنة الله. قال الحق سبحانه وتعالى في شأن إبليس: لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. لعنه الله. يبقى اللعن هو الطرد الأبدي من رحمة الله. طب لماذا لعنوا اليهود والنصارى؟ لأنهم قبل أن يأتي محمد كانوا مؤمنين. كانت هناك نصوص في التوراة تقول سيكون هناك نبي آخر الزمان صفته كذا وكذا 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 مبعوث من كذا. من تلك الصفات كانوا يعرفون أن محمدا حقا وأنه رسول، ورغم ذلك كفروا به لما جاءهم محمد. استحقوا اللعن لأنهم كتموا وحرفوا وبدلوا وغيروا صفة رسول الله.
إذا بعد أن كانوا مؤمنين لما جاءهم محمد كفروا. والكفر قلت قبل ذلك هو تغطية الحق وستره، بأن سطروا صفة رسول الله وغيره. كذلك الإنجيل، المسيحيون أو النصارى كان في صلب إنجيلهم على لسان المسيح عليه السلام أنه سيأتي رسول من بعده اسمه أحمد، وذكر صفته تفصيلا كاملة. ولكن النصارى غلا وحقدا وحسدا أيضا أنكروا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الكفر بعد الإيمان يستحق اللعن من الحق سبحانه وتعالى، أي الطرد الأبدي من رحمة الحق سبحانه وتعالى. لعنة الله أي توعدهم بالعذاب فلا يرضى عنه. لعنة الله أي الطرد الأبدي من رحمة الله فلا يدخلون الجنة. أما لعنة الملائكة، ربنا لما جيت حدث في حديث الملائكة وصف الملائكة أحيانا بأنهم يدعون للمؤمنين واغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. هؤلاء هم الملائكة يدعون للمؤمنين، ولكن أيضا الملائكة تلعن الكفار الذين كفروا بعد إيمانهم. إذن لعن الملائكة هو الدعاء بالطرد من رحمة الله، يدعون الرحمن الرحيم العزيز الجبار بأن يلعن هؤلاء، وكذلك الناس أجمعين. ثم قال خالدين فيها أي في جهنم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أقول قولي هذا وإن شاء رب العالمين في فيديو آتي.